مات الجرجيس والمرسى وقف بعد الاعتداء على مدرب القناوية عامر دربال. العكارة تعتذر والجامعة التونسية لكرة القدم تستنكر وتحذر. الترجي الرياضي التونسي احسم الكلاسيكو في ملعب الطيب المهيري بصفاقس بعد الانتصار 2-1. حمزة جلاسي سجل من بارينكا، هشام بكار عدل كيف من ضربة جزاء، ويوسف البلالي كان حاسم سجل هدف الانتصار. مباراة الكلاسيكو تشنجت فيها الأمور شوية في آخر الماتش، كلفت أيمن دحمان ورقة حمراء. السيابي في أول ماتش لشهاب الليلي ربح الأولمبي الباجي 3-0 في استاد 15 أكتوبر في بنزرت. وشبيبة العمران فرضت التعادل على الملعب التونسي 0-0. بعد نتائج الدفعة الثانية من الجولة 12، الترجي الرياضي التونسي ينفرد بالصدارة برصيد 27 نقطة بعد ما استغل تعادل الإفريقي والملعب التونسي اللي عندهم 26 نقطة.